انت قوي وجامد، مش انت قوي وجامد زي ما انت بتقول انا جامد. حلو، ادي فرصه بقى للناس التانية ان هي تكسب فلوس وان هي تنافسك، وورينا انت جامد ولا لا، ولا انت خايف، ولا الزمالك البعبع. أحمد ميدو بيقول: مش أنت جامد؟ طيب ما تسيب فرصة لغيرك يكسب فلوس وينافسك. لو أنت جامد سيب اللي جنبك يبقوا جامدين عشان لما تكسبهم تقول أنا جامد، ولا الزمالك بعبع وخايف منه. ميدو بيتكلم عن حل مجالس الزمالك وتغيير إداراته، وهو اللي قبل كده بنفسه قال إن المؤامرة اللي على الزمالك واللي بيهدم الزمالك تاريخيا هم أبناء الزمالك. ميدو بيتكلم عن العدالة للزمالك والأندية قدام الأهلي، وهو اللي لما كان مدرب لوادي دجلة قال إنه اتظلم وإن الزمالك بيتجامل تحكيميا، ولما درب المقاصة قال إن محمد معروف الحكم خسره قدام الزمالك، خسره قدام الزمالك، وكان في فجر قدام الزمالك عمره ما شاف زيه في حياته. وقال وأنا بلعب مع الزمالك كنت بقول للحكام لو راجل ولو ذكر طلع الكارت الأحمر من جيبك واطردني. ميدو بيتكلم في نظرية المؤامرة، وهو اللي طلع قال قبل كده أزمة جمهور الزمالك هي نظرية المؤامرة، وكلامهم عن إن الزمالك بيتظلم. وكمان قال طول ما أنت مش بتعالج مشاكلك مش هتكسب. ونفسي إعلام الزمالك يبطل يتكلم عن المؤامرات والمظلومية. ميدو بيقول الزمالك بيحصل فيه كده آخر 20 سنة عشان هو بعبع. اللي ميدو لازم يتعلمه ويفهمه إن الفوارق دي موجودة من بداية الدوري. من أول نسخة للبطولة الأهلي حقق الفوز 9 مرات متتالية، وبعدين فاز 8 مرات متتالية و7 مرات متتالية، في حين إن الزمالك في تاريخه كله ما قدرش يحقق الدوري أكتر من موسمين على التوالي. ميدو هيقنع نفسه إن نجاح الأهلي محليا لأنه نادي جامد عشان هو اللي متحكم في المنظومة. لا يا ميدو، أنا جامد بتاريخي عليك وعلى القارة الأفريقية كلها. أنا خدت 12 دوري أبطال أفريقيا يا ميدو، وأقرب منافس ليا عنده 5 ألقاب. أنا يا ميدو وقفت القارة كلها صف، ولعبت 7 نهائيات في آخر 8 سنين، منهم 5 نهائيات على التوالي. أنت مش قادر تشوفنا بعين المنافسين في تونس والمغرب والجزائر اللي قالوا إن الأهلي منظومة أوروبية في أراضي أفريقية، وعشان كده أنا جامد. إنما أنت هتشوفه بعين المظلومية والمؤامرة اللي أنت بنفسك قلت إن ترديدها هو اللي وصل ناديك لكده، ومع ذلك بترددها. عارف ليه؟ عشان تعرف تكمل وتتعايش مع فشلك أمامي. فأنت بتروح تدور على مسكن، لأن فعلا تأثير الألم النفسي اللي ممكن يسببه الأهلي لأي كاره لنجاحاته هو اللي ألم جامد جامد قوي يا ميدو.